اخطاء بتعملها في التعامل مع جسمك بتسبب لك مشاكل وامراض واضطرابات في وزنك. وخد بالك بقى ان جسمك ده اللي سندك وشايلك ومستحملك طول الوقت. مثلا بتبقى مستخسر جدا انك تنام وتريح جسمك مع انك مجهد جدا. في المقابل جسمك بيزود اجهادك وشعورك بالتعب ويقلل لك مناعتك وكمان يزود لك اي التهابات في جسمك. والصح بقى ان انت لازم تخلي مواعيد نومك وصحيانك مقدسة على قد ما تقدر وتحترمها، عشان جسمك بيفرق معاه كتير الموضوع ده. كمان من ضمن الاخطاء انك ممكن بتقلل جدا اكلك عشان تضطر جسمك انه يحرق اكتر، بس في الحقيقه بقى انك بتلاقي جسمك ما بيخسش ولا حاجه. بالعكس بتلاقي ان وزنك ثابت وممكن كمان نسبه الدهون في جسمك بتزيد. الصح بقى احترم جسمك واديله احتياجاته من السعرات. طبعا لازم تقلل سعراتك شويه عشان تقدر تخس، لكن اوعى تجوع جسمك ونفسك عشان معدل حرقك ما يقعش. ومن ضمن الاخطاء اللي بشوفها كتير جدا اني مش عايز ادخل تويلت بره البيت، فمقابل كده انا حتى لو جالي شعور اني عايز ادخل التويلت ما بدخلش، وبقلل شرب الميه قاصد عشان ما اضطرش ادخل تويلت كتير. المشكله بقى ان انت بتعرض جسمك، وده بيحصل كتير، لامساك وبواسير وشرخ كمان شرجي وحصوات في الكلى ومغص كلوي رهيب. الصح انك تحترم جسمك، تاكل عادي، تشرب عادي، وتاخد احتياجك من الميه، وتدخل تويلت وقت ما جسمك يطلب كده. والموضوع بسيط، لازم يبقى معاك مناديل وايبس وكحول. لو عايزين بارت 2 من الاخطاء اللي بنعملها مع جسمنا اكتبوا لي في الكومنتس.